السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معاكم فيديو جديد ويوم جديد كده، النهارده بقى ايه، عندنا شويه حاجات كتير هنعملها النهارده الخميس، وعايزين بقى نعمل كده يعني اكل مختلف، ونعمل كمان حاجه حلوه، ونبدا كده الفطار بتاعنا النهارده كمان كان مختلف. كان عندي كده افوكاتو كنت جايباها من فتح الله، بس يعني كنت جايباها طريه شويه، ف عملتها كده يعني اخدت منها نص بس، لان هي من الحاجات التقيله قوي بتخلي الواحد نفسه مسدوده، يعني متاكلش منها كتير. فقطعت بس كده نص، شفت بتطلع معايا بكل سهوله عشان خاطر هي مستويه. برش عليها بس كده معلقه عسل واقلبها واكلها بالمعلقه دي. ممكن تحطي عليها مكسرات، دي احلى طريقه ممكن تاكلي بيها الافوكاتو. وهنا بقى عملت كوبايه نسكافيه كده عشان ابدا بقى اشوف هعمل ايه في يومي. فبس كده بقى، يلا نبدأ نشوف هنعمل ايه النهاردة. وما تنسيش بقى تحطي لايك للفيديو واشتراك للقناة لو اول مرة تشوفوني. ويلا نبدأ مع بعض ونشوف يومنا كان فيه ايه. فالنهاردة بقى ايه، كنت هبدأ في هعمل كريب. عندي كنت جايبة بانيه طازة لسه، فقلت يعني عايزة اعمل حاجة مختلفة. كنت هعمل يعني وصفة الشاورما وكده، بس اكتشفت ان انا ما عنديش عيش الشاورما، فقلت خلاص هعمله كريب. فقطعته بقى ايه كده رفيع زي ما انتوا شايفين قطعة الشاورما يعني، عشان ما ياخدش معايا وقت في السوا، وتبقى برضو ايه القطعية يعني مش مكلكعة كده في الكريب، ما تقطعهوش معايا. فغسلته الاول طبعا بميه وملح وليمون ونقعته، وبعدين شطفته كويس وسبته يصفي بقى ميته، وقطعته كده زي ما انتوا شايفين معايا. وهبدأ بقى ان انا اجهز التتبيله بتاعته، احطه في حاجه كده عميقه، والتتبيله بتاعته يعني شبيهه لتتبيله الشاورما شويه. بس طبعا بحط لها بقى فلفل وبصل، غير الشاورما مش بحط لها فلفل وبصل. حطيت كده معايا عصرة ليمونة، ومعايا معلقة ملح وثوم باودر وبصل باودر وسبع بهارات وبابريكا، بس كده. في بقى حاجة، يا اما البصل البودر يا اما الثوم البودر بتكلكع معايا، بس مش عارفة ايه، مش فاكرة الصراحة انه فيهم اللي بتكلكع، بس في واحدة بتفضل يعني مفرفطة كده زي ما هي، وفي واحدة بتكلكع معايا سواء حطيتها في التلاجة سواء سبتها برا بتكلكع معايا. فالمهم حاولت ان انا افركها كده بايدي وانعمها، وحطيت كمان معلقة دبس رمان، وهعمل بقى فص توم كده صغنن خالص، يعني هقطعه كده صغير بالسكينة المبشرة الصغننة بتاعتي اللي كنت ببشر بيها، يعني ضايعة مني بس مش عارفة الاقيها. الصراحة حلوة قوي وبتنجزني في الحاجات اللي زي دي، وبتبشره كمان رفيع ما بيبانش خالص في الاكل. فاضطريت ان انا بقى احاول اعمله صغير خالص كده بالسكينة. وحطيت كمان معلقة مثلا معلقة كبيرة كده زيت، وهبدأ بقى ان انا اقلب التتبيلة بتاعتي دي كويس قوي كده في بعض، واسيبها بقى كده اركنها على جنب، وابدأ ان انا اعمل ايه الكريب. عجينة الكريب انا بعملها من غير بيض، في ناس بقى بتعملها ببيض وكده، بس انا بفضل ان اعملها من غير بيض عشان مش بحب خالص ريحة البيض مع الفراخ. حتى في البانيه والحاجات دي مش بحط طبقة اللي هي السائلة دي بيض خالص. فهبدأ ان انا اجهز بقى الكريب بتاعي، بعمله بمية ودقيق بس. حطيت كوباية وربع من الدقيق، وهحط كمان نص كوباية من اللبن، وهحط في الاول نص كوباية مية، وبعدين هحتاج في الاخر النص التاني. يبقى كده حطيت كوباية مية ونص لبن، كوباية وربع دقيق، ورشة ملح بقى على حسب ايه الاحتياج يعني. بس ما تحاوليش تملحها ايه، عشان برضو انتي لو مملحه تتبيله الفراخ ما تبقاش يعني حادقه معاكي. بس هنبدا بقى ايه نقلب فيه كده لحد ما يفك التكتلات بتاعته كلها، ويبقى عجينه ايه شبه سايله. انا هزود هنا الميه شويه بشويه، بس بقى المضرب بتاعي باظ. جبت المضرب بتاع المضرب الكهربائي دوت،
وبقلبت بيه كده وطلعهولي ناعم برضو. ممكن بقى تعملي الحاجات دي كلها في الخلاط وتريحي نفسك، بس انا الخلاط كنت لسه عامله فيه عصير وكان لسه فاضل فيه، فقلت بقى يعني بدل ما لسه هغسله وبتاع ومش محتاجه دلوقتي يعني ضروري هعمل بالمضرب بتاعي بس. وفضلت بقى اقلب فيه كده واظبطه لحد ما القوام بتاعي بقى يعني اللي انا عايزاه. ممكن تحطي عليه زيت بس يعني مش عاوزين الاكل تقيل، احنا لسه هنحط فيه جبن وكده والجبن بتبقى تقيله، فعشان نحاول نخفف بس من الاكل شويه. بس نيجي بقى على التسويه بتاعته على البوتاجاز. طاسه كده سخنه اسخنها الاول واحط معلقه كده من الزيت، يعني مش معلقه نقطه كده زيت، وبعدين اعملها بالفرشه كده اوزعها كويس واحط الخليط بتاعي. هي غالبا اول واحده ما بتطلعش مظبوطه بتجربي فيها القوام. انا حسيت ان القوام هنا تقيل شويه، فقمت مزوده بقيت كوبايه الميه اللي قلتلكوا عليها، فحطيت نص في الاول وانا بقلب، وبعدين رجعت بعد ما جربت اول واحده لقيت القوام تقيل معايا وهيبقى تخين، رجعت زودت نص كوبايه الميه التانية. فبس كده بقى عندي القوام بتاعي بقى سايل. دي اول واحده كانت يعني بتبقى تجربه، غالبا ما بيبقاش القوام مظبوط فيها قوي، وبعدين بتظبطي بقى القوام بتاعها. حتى وانا بطلعها هتلاقوها انها تخينه شويه، بس بعد كده يعني ظبط في العجينه اللي بعد كده بعد ما زودت نص كوبايه الميه ظبطت معايا. المهم كنت عايزه بقى اقولكوا يعني نحاول الفتره ديت الدنيا طبعا اسعار بقت حاجه صعبه جدا جدا، يعني فوق ما الواحد كان متصور الصراحه. ربنا كده يا رب يلطف بينا ويعديها على خير ويرزق يا رب كده الجميع ويوسع رزقنا، اللهم امين. يعني حاولي مثلا تشتري حاجات الاساسيه بس، بدل مثلا ما كنتي بتشتري حاجه بكميه حاولي تقللي الكميه بتاعتها شويه. يعني نحاول شويه ان احنا نقتصد ونمشي يعني على قد لحافك مد رجليك زي ما بيقول المثل. لان الدنيا صراحة مش مستحملة خالص، مع مصاريف بقى مدارس، مع الله المستعان يعني، وكل واحد وعينه على حاله. يعني انا من النوع اللي بحب ان انا ما افورش شوية في موضوع الاكل وكده، وبحب ان انا اعمل الاكل في البيت حتى لو الاكل دوت بيبقى طعمه احلى من بره، بس طعم البيت والله يعني مفيش احلى من حاجة البيت ولا انضف من حاجة البيت. كفاية ان انتي بتبقي تاكلي وانتي مطمنة، وكمان ولادك يعني اهم حاجة. الناس بره برضو بيستسهلوا في الغسيل، الله اعلم بقى البانيه اللي بيعملوا بيه ده بيغسلوه ولا لا، ولا بيعمل فراخ والحاجات دي كلها الواحد بيتخيل اصلا بيحس ان لا مش قادر ياكل يعني. وكمان اوفر كتير يعني، شوفي نص بانيه عمل لي كام واحدة كريب، عمل لي تقريبا 5 أو 6. انتي بتجيبي القطعة الواحدة بس بره بكريباية ب25 وب30 يعني، مفيش مقارنة خالص. وده عبارة عن دقيق ومية والفراخ شوفي نص البانيه بيعملك قد ايه. فحتى الاكل اللي هو بتاع الشارع دوت المفروض ان احنا برضو يعني ما تقلقيش ان انتي تتعلمي واحدة واحدة. انا في الاول برضو كنت ببوظ الكريب، ما كانش بيظبط معايا وكان بيلزق ما كانش بيطلع حلو. مرة في مرة ايدك بقى بتاخد، وبعدين دلوقتي يعني ما شاء الله النت ما خلاش حاجة، اليوتيوب ما فيهوش اي حاجة انت تيجي في خيالك عايز تعمليها هتلاقيها على اليوتيوب. ف حتى الفرق اللي انت بتوفريه دوت تشيليه على جنب، تعملي بيه جمعية، يعني توفيرك لمصاريف البيت قصدي هتوفر معاكي في حاجات تانية. المهم خلصت كمية الكريب كلها، وبدأت بقى نفس الطاسة اللي عملت فيها الكريب سبتها سخنة زي ما هي، وحطيت عليها معلقة زيت كده ومعلقة صغيرة سمنة، وقمت نازله بقى عليهم بالفراخ كده تاخد صدمه، ومقلبتهاش وزعتها بس كده وسبتها بقى لحد ما تكش كده وتلم نفسها. وبعدين هبدأ ان انا اقلب فيها شويه كده لحد ما تاخد اللون بتاعها يعني تخش في سوا شويه، خلاص يعني تتنزل الميه كلها وتشربها. وبعدين هنزل بقى عليها بالبصل والفلفل.
عايزه بقى عندك مشروم عايزه تحطيه تمام، عندك بتاع الذرة حلوة برضو بتبقى حلوة، يعني عندك اختيارات كتير بقى، الوصفة مفتوحة معاكي، حطي اللي انت عايزاه. انا كان عندي بصل بس وفلفل فحطيت. آم، يعني اقلب بس البصل كده والفلفل مع بعض كده لحد ما يدبل بس شوية، مش عايزاه ان هو يعني يضيع خالص ملامحه، لا يعني عايزاه ماسك نفسه شوية، وهسيبه بقى يبرد شوية واطفي النار واسيبها تبرد، وابدأ ان انا اجهز بقى الحاجات اللي انا هحشي بيها. انا هحط في الارضية بتاعة الكريب هحط كنت عايزة احط كاتشب ومايونيز بس افتكرت ان انا كنت جايبة كاتشب مايونيز، يعني هو الاتنين حاطينهم على بعض وعاملينهم من هاينز، عاملين اسمه كاتشب مايونيز، فقلت اوفر علينا، فقمت فردة كده طبقة من الصوص بتاعي، واحط بقى عليه الفراخ، وهحط عليه كان عندي بقى ميكس جبن حطاه في علبة كده في الفريزر، يعني بسحب منه محتاج وارجع احط العلبة تاني زي ما هي، بتنفع معايا بقى في حاجات كتير جدا. انا بجيب العرض اللي هو بتاع الحمد، بيبقى تقريبا كيلو موتزاريلا ونص شيدر ونص رومي، بيبقى عامل في حدود 130، بس يعني مش عايزه اقول لكم بيكفي معايا وصفات قد ايه، ما شاء الله بيقعد كتير جدا. كنت عامله مره بيه قبل كده بيتزا، وكنت عامله مش فاكره تقريبا كانت معجنات، وعملت نجريسكو، ودينا عملت كريب وخلاص، يعني شوف هو خد معايا كام اكله، ولسه كمان في كيس موتزاريلا معايا فاضل. بس ببدأ ان انا احط بقى الحشوة كلها واقفلها مثلث زي ما شفنا كده، هعمل معاكم واحدة تاني كده في السريع. ما بياخدش وقت خالص، ممكن بقى تجهزيه كده وتلفيه وتسيبيه كله، وساعة الاكل تقومي بقى حطها على الشواية، او لو عندك الساندوتش ميكر تحطي فيه، برضو بيبقى حلو قوي. ممكن بقى الوصفة ديت، يعني وصفة الكريب دي تقبل معاك اي حاجة، عايزة بقى تحشي جبن بس، جبن بخضار كده، عايزة تحطي فيه لحمة مفرومة، عايزة تحطي فيه شاورما اللي هي لحمة، او قطع فراخ زي ما احنا عملنا كده، يعني الوصفة مفتوحة بتاخد معاك اي حاجة، وما شاء الله يعني بيكفي وبيشبع، يعني الواحدة بس خلاص تكفي فرد، تاخدي واحدة كده بس، مع تحميلي بقى جنبها بطاطس محمرة، شوية سلطة، ما شاء الله يعني خلاص تبقى الوجبة معاكي متكاملة. والاطفال كمان احنا عارفين طبعا هما بيحبوا الحاجات دي، فدخلهم بقى اي نوع خضار، ممكن تبشري كوسة وتحطيها معاه، بس يعني انا لو كنت هعمل مثلا لتانية بس شوية كده كنت هعمل كده، بس انا كنت عاملة الوصفة كلها كده لينا، فخفت ان باباها ما يحبش اي اضافات مثلا تانية مختلفة. ممكن بقى اللي تضيفي فيه كده الناجتس هتقبل معاكي اي حاجة، كده كده كله مفروم وكله مفيش باين ملامح اي حاجة، افرمي بقى اللي انت عايزاه وحطيه فيه، محدش هيقولك انت حاطه ايه اصلا، ولا يحسوا بطعم اي حاجة. لان اصلا الولاد غالبا يعني متعبين في الاكل، خاصة في حكاية الخضار دي. انا عندي تالي ما بتاكلش اللبن دوت غير لما يكون اللي هو مع كورن فليكس، او هعمله لك كاكاو، لكن اللبن صورته طبيعيه كان نادر جدا لما تشربه كده، فبحاول بقى ان انا ادخل اللبن ده في اي حاجه في اي اكل ليها. بس كده بقى حبايبي، ده كان بعد ما شويته على الشوايه زي ما شفنا. عايزه تخليه مقرمش اكتر من كده براحتك، والجبنه ساحت اهيت، والحمد لله يعني الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. جينا بقى بالليل، كنت عايزة بقى اعمل حاجة حلوة كده عشان السهرة وكده، فقلت اعمل عندي بقى برتقان، جماعة جايبين لنا ما شاء الله يعني كمية برتقان حلوة، عايزة استغلها، فقلت هعمل كيكة برتقان. اخدت كده بيضتين، وقلت حط عليهم معلقة صغيرة فانيليا، وهقلبهم بس شوية كده لحد، واحط شوية خل، معلقة صغيرة خل، يعني ما كتريش عشان برضو ما يبانش لزعته شوية،
وما شاء الله بيضيع زفارة البيض خالص، وبيخلي قوام الكيكة هشة جدا. يعني احنا قايلين المعلومة دي من زمان واكيد كلكم عارفينها، بس يعني واذكر. هفضل بقى اقلب في البيض كده شوية لحد ما لونه يفتح حبة، يعني يبقى يخف القوام شوية، بياخد شوية هوا. وهبدأ ان انا اضيف نص كوباية من السكر. حابة تزودي، هي المفروض كوباية الا ربع، بس انا بحاول اقلل مقدار السكر عشان بس يعني الواحد بياخد سكريات كتير وكده، ومش عايزين نبهدل الدنيا، كفاية يعني ايه، عشان الواحد بياخد كورتيزون وكده، فمش حابة ان انا ازود السكر لانه بيتخن يعني. ف فقلت ان انا ايه، هحاول اقلل مقدار السكر شويه، بس براحتك بقى، انت عايزه تزودي ربع كوبايه اللي انا شيلته دوت، هي الوصفه المفروض كوبايه الا ربع. فوالله كانت حلوه، يعني انا كنت حاساها مش محتاجه سكر تاني، بس دي يعني حسب الرغبه. وقلبت بقى السكر كويس اوي كده مع البيض لحد ما داب معايا. وبعدين بقى هتاخدي بشر برتقانتين، انا بشرت برتقانتين. حاولي تبشريهم بالمبشرة اللي هي الناعمة، بحيث ان هي ما يبانش معاكي بعد كده يعني في الكيكة. نبشر بس الجزء البرتقاني بس اللي بره كده. وكمان هاخد عصير البرتقانتين، هعصرهم واخد عصيرهم. وفي كمان حاجة زودتها بقى عشان تزود لي اللون، تعزز لي اللون شوية. زودت يعني نص معلقة صغيرة كركم، ما كانش ليها اي طعم، وفرقت في اللون كمان، حاسه اللون بقى اغمق، لان البرتقال برضو ما بيديكيش اللون اللي انت عايزاه. عايزه تحطي لون طعم غذائي براحتك يعني، بس انا قلت الكركم اصلا مفيد، والواحد ما بيصدق يعني يدخله في الاكل وكده، فحطيت يعني نص معلقه صغيره كركم. عملت لي لون حلو، وفي نفس الوقت خدنا الفايده بتاعتها ومش باينه. بس قلبت بقى كل الحاجات دي مع بعض. وبعدين زودت كمان نص كوباية من الزيت. وقلبت بقى كل الحاجات السائلة دي مع بعضها، وايه وجهزت بقى الخليط الجاف بتاعي. ممكن بقى نعمل الوصفة دي نفسها كده، نعملها بسكوت، بس تزودي بقى دقيق لحد ما ايه، ما الوصفة تمسك معاكي، وتقلبي فيه كده لحد ما تجمعي بس العجينة، ما تعجنيش ولا حاجة، لحد ما ايه الوصفة تمسك معاكي، وتشكليه وخلاص. هي نفس المكونات دي، بس تزودي كمية الدقيق طبعا اكتر عشان خاطر ان هي ايه تمسك، تعرفي تشكليه. بس وضفت كمان من نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، وهضيف كوباية كوباية من الدقيق، كوباية ونص يعني، مش متذكرة المقادير، بس انا ضفت الاول كوباية وقلبت، ولقيت ان انا محتاجة الكوباية التانية كمان فحطيتها. نقلب بس كده، ما نقعدش بقى نقلب لحد ما نطلع الهواء كله، مجرد بس ان هي الدقيق يختفي من قدام عيني كنتي بتقلبي خلاص، وتأكدي ان القوام بتاعك مظبوط وتمام. وخلاص كده ونجهز بقى الصينية بتاعتنا. انا حبيت ان انا يعني اعملها على مقدارين، حسيتها هتبقى كتير على المقدار اللي هو بتاع الانجليش كيك. فعندي قوالب صغيرة كده بتاعت كيك برضو، بس اصغر شوية يعني، صغيرة شوية، فقلت ايه هحط القالب الصغير دوت، بحيث ان هو برضو ايه لو حبيت ان انا اديها لحد بتاع، اخدها لماما، يعني تبقى قالب على بعضها، يعني ماخدش حته من الكيكه مقطوعه يعني. بس هي كان شكلها عسول قوي، اللي هي القالب الصغنن ده، هتشوفوه دلوقتي معايا شكله عسول خالص وصغنطوط كده. فعبال ما بسخن بقى الفرن، قلت بقى ايه هملي الازازه بتاعه الزيت بتاعتي. طلعوا حلوين جدا 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 بجد الازازتين دول يعني، وعلى سعرهم كمان كان حلو جدا. كنت قايله كل واحده كنت جايبها ب35، بس ما شاء الله مريحين قوي، وشكلهم في نفس الوقت حلو. دهنت بقى القوالب كده بتاعه الكيك بتاعتي سمنه، ما حطيتش بقى دي ولا حاجه، هو حطيت بس ايه
دهنت بس كده القوالب سمن. وسخنت بقى الفرن بتاعي وجهزت الكيك بتاعتي ودخلتها، يعني سبتها تقريبا ساعة الا ربع وساعة الا تلت على درجة حرارة 180. في الرف بقى الوسطاني زي ما كنا عارفين تسوية الكيكة ازاي. بس واما طلعت بقى، يعني بعد ما خلاص استوت طفيت الفرن وسبتها شوية، وبعدين طلعتها وسبتها تبرد خالص. وطبعا تانية ما استحملتش ان هي تستنى تبرد للاخر، فقمت قطعلها كده حتة تبرد لوحدها عشان تعرف تلحق تاكلها قبل ما تنام، لان هي كانت مستنية بقى الكيكة تستوي قبل ما تنام. بس بقى وده كان وصفاتنا النهاردة. يا رب اكون قدرت ان انا افيدكم ولو باي حاجة بسيطة، وتجربوا اي وصفة من الوصفات بتاعت النهاردة وتقولولي رأيكم ايه فيها. يا رب كده اشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو الجاي. ومن هنا بقى لحد الفيديو اللي جاي اسيبكم في حفظ الله واستودعكم الله. ما تنسوش بقى اشتراك القناة ولايك للفيديو دوت. يلا بقى مع السلامة.